ميرسي. لو سمحت يا جميلة، ممكن بس كلمتين، طلب صغير بس. أفندم، انتي كمان عايزة تاخدي صورة معايا؟ لا لا، صوري ده انا حتى في الصور اطلع عفشة. انا بس عايزة خدمة صغيرة ومساعدة صغيرة قدك دي. ايه؟ مساعدة وخدمة؟ وانا اساعدك بتاع ايه؟ انا اعرفك عشان اساعدك؟ كيف عادي يا جميلة؟ هو لما حد بيطلب مساعدتنا هنسأله هنساعدك ليه؟ وبعدين ربنا قال من سألك فأعطيه. وبعدين مش شرط الكل اللي يسألك عايز يسألك على فلوس ولا حاجة يعني مادية. جايز اللي هيسألك فيه يسألك مساعدة، ساعد غيرك. المساعدة حلوة، مساعدة بتسبب الفرح. يعني اللي بيساعد حد و... ويحس كده انه عمل خدمة وتعب بيكون فرحان من جواه. مش شرط يكون فيه مقابل قدامه. وبعدين سيبك من الخدمة. مش جايز اللي هتساعديه النهاردة تلف الدنيا عليكي وتلاقيه وتحتاجيه ويساعدك. مش جايز النهاردة انت هتديني مصلحة وانا اديك مصلحة ويكون ليك مصلحة عندي. نعم. انتي هتقدمي لي انا مساعدة وانتي بتعرفي تعملي حاجة اصلا؟ انتي بتعرفي تعملي حاجة؟ واه، كيف ما اعرفش اعمل حاجة؟ ما يغركيش منظر امال، ده انا بعرف اكتب مسرحيات وسكتشات واغاني وترانيم. استنى استنى اسمعك حاجة حلوة جو لسه كاتباها. استنى. معلش، وقتي مشغول وما عنديش وقت اسمع. ميرسي لحضرتك، بس انا مش فاضية. ومش فاضية لا انا اساعد ولا عايزة من حضرتك مساعدة. وعايزة اقولك انا عندي ناس معروفة، لما بكون عايزة اي مسرحية او اي حاجة همثلها هما بيكتبوها لي، ما باخدش من اي حد. ميرسي لحضرتك. عندك حق في العقلية. انت فعلا يا مشهورين ما تاخدوش اي حاجة من ناس المبتدأ، وخصوصا اللي زي حالاتي ومظهرهم ما يدهمش انهم يعرفوا يعملوا حاجة واصلة. انتوا لما تكونوا عايزين حاجة بتاخدوها من ناس اسمائها كبيرة ومشهورة وليها وزنها. عادي عادي، بس مش هو ده موضوعنا. انا مش جاي عشان اقول لك خدي سكتش ولا اغنية ولا تعالي مثلي معايا. انا جاي عشان اقول لك ساعدي، حبي، قدمي. وقدمي كمان المساعدة للي ما يعرفش يرده. ليه عاد هقول لك قدم الخير والمساعدة واتعبي فيه، علشان لما ما يعرفش يرده وقتها ربك هو اللي يديك أجرك. أجرك في السماء مش في الأرض. كل اللي هيدي ويساعد أما يحس بفرحة كده جواه. اللي بيحب وبيساعد ويخدم ويتعب مع الناس أحسن بكتير قوي من اللي هياخد. السيد المسيح كان بيقول عليه الكتاب المقدس إنه يجول يصنع خير، وما كانش هيفرق بين السامري واليهود والعدو والغريب والحبيب. خليكي صورة المسيح وساعد غيرك. مش جاية أقول لك غير كده، ومش طالبة صورة تصور بيها عشان أكون مشهورة. أنت محتاجة تتعلمي كيف تحبي وتخدم الناس وتساعديهم وتتعبي لأجلهم، وتتعبي كمان مع الناس اللي ما تعرفش ترده، علشان تحسي وقتها بسعادة غريبة. سعادة جاية من فوق مش من الدنيا. صدقيني أنا ما جاياش أوعظك ولا عاملة نفسي قديسة. أنا خاطية زيك ومحتاجة رحمة ربنا. بس ها كلمتين جم في وسط الكلام. دلوقتي أقدر أقول لك سلام. صح، المونتاج خلص، بتعالي استلميه. مونتاج أغنيتك الجديدة بصراحة تعبت فيه قوي، لأن كنت عايزاه يطلع بأحسن صورة. ايه؟ هو انتي اللي عملتي المونتاج بتاع الاغنيه بتاعتي اللي طالع روعه ده؟ معقوله بتعرفي تعملي المونتاج التحفه ده؟ انا انا اسفه، بس ما كنتش اعرف ان انتي شاطره كده. أنا اللي عملت المونتاج اللي عجبك وطلع أحسن ما كنت عايزة كمان، عشان تعبت فيه بضمير. ما أنا نسيت أقولك الكلام خدنا. صديقك اللي انت طلبتي منيه يعمل المونتاج، وعشان هو عيعمل خدمة كتير كان مضغوط وعنده شغل كتير، فطلب مني مساعدة أن أساعده. وأنا قلت له أمرك وعملت المونتاج. وعلى فكرة
الخدمة اللي كنت طالباها منك، بس اسم الأغنية عشان أخلص وقت المونتاج وأبعتهولك. أنا ما كنت جاية أطلب منك مصلحة، لأني لما بطلب من ربنا، ما بطلبش من المخلوق. أنا كنت جاية عشان مصلحتك مش مصلحتك. ما تحكميش على الناس بالظاهر، وزي ما قلت لك قبل سابق، ما يغركيش شكل الواحد. المهم ربنا يعطيه ايه وجواه ايه. ساعد يا بنيتي، ولا ساعد يا خيتي، هتلاقي الفرحة والسعادة جواكي ما هتخلص. سلام يا جميلة.